سيد قشطة في نهر النيل. ما تستغربش، زمان من آلاف السنين أيام القدماء المصريين فرس النهر أو سيد قشطة كان عايش عادي جدا في نهر النيل. كان ليه مكانة جامدة جدا عند المصريين، كان ليه تمثال في كل بيت وتمثال في كل مقبرة، وكمان رسومات وزينت جدران المعابد زي معبد الكرنك. كلام بيني وبينك كده، هو سيد قشطة بس يعتبر أقوى حيوان بر مائي في العالم. طوله بيوصل 4.5 متر، وزنه بيوصل ل 1800 كيلو جرام. بس علاقة المصريين مع سيد قشطة كانت غريبة حبتين، تقدر تقول عليها كده اتس كومبليكيتد أو سويت اند ساور أو الحماية والخطر. سيد قشطة في الحضارة المصرية القديمة كان بيرمز للحماية، وده كان بيتمثل في الإله تاورت أو الأنثى العظيمة. كانت رمز الحماية للستات الحوامل والأطفال من الأرواح الشريرة. ولو بصيت على التمثال بتاعها هتلاقيه إنه مزج بين 3 أشرس الكائنات اللي كانت عايشة في الحضارة المصرية القديمة، الأسد والتمساح وسيد قشطة. أنا عايزة أقول لك إن ال3 أنواع دول معروفين بالشراسة الشديدة في حماية أطفالهم، عشان كده بتستخدم لحماية الأطفال، سهلة. ده غير إن تماثيل سيد قشطة أو التمائم اللي على شكل سيد قشطة كانت بتتحط في المقابر مع الموميا، لأن في اعتقادهم إنها بتحميه في العالم الآخر وبتساعد روحه في التغلب على الأخطار اللي هناك. بما إن سيد قشطة كان قوي جدا وعايش في النيل، فكان بيتقال عليهم أسياد النهر. لذلك المسافرين كانوا بيشيلوا تمائم صغيرة على شكل سيد قشطة عشان تحميهم أثناء عبورهم الأنهار. كل ده كلام جميل، أمال إيه بقى حتة الخطر بتاع سيد قشطة؟ سيد قشطة بيرمز للحماية، لكن الوجه الآخر ليه بيمثل الفوضى. بالليل والناس كلها نايمة، سيد قشطة كان بيخرج من نهر النيل وياكل المحاصيل. ده غير كمان إنه كان بيهاجم المراكب اللي بتصطاد ويقتل الصيادين. يعني سيد قشطة بيحميك وفي نفس الوقت خطر عليك. وتقدر تشوف العلاقة المزدوجة التوكسيك دي في تمثال ويليام، هو طبعا دلوقتي موجود في لندن. تمثال صغنن على شكل سيد قشطة مصنوع من الخزف واخد وش ازاز، بيتحط مع الميت في المقبرة عشان يحميه في رحلته للعالم الآخر. بس في نفس الوقت المصريين كانوا بيكسروا رجلين التمثال عشان يضمنوا انه ما يسببش اي اذى للميت في العالم الآخر. يعني سيد قشطة بيحميه بس في نفس الوقت هو خايف منه. طب ثانية واحدة بقى، سيد قشطة اللي خاربها ده ورمز للحماية راح فين؟ ليه مش موجود دلوقتي في نهر النيل؟ ولا ممكن يكون موجود؟ وما تقوليش انه انقرض، لان سيد قشطة موجود في معظم انحاء افريقيا، فالمرة دي مش هتقدري تقولي ان هو انقرض بسبب تغير المناخ. هو سيد قشطة ما انقرضش لانه موجود في اماكن تانية كتير، لكن سيد قشطة اختفى من مصر. وللاسف كان نفسي اقول لك انه مش بسبب تغير المناخ، بس احد الاسباب لاختفاء سيد قشطة من مصر هو تغير المناخ. يا جماعة تغير المناخ ده حاجة كبيرة جدا، بس زي ما قلت لك ده واحد من الاسباب. السبب الرئيسي لاختفاء سيد قشطة في مصر هو الصيد. المصريين القدماء كانوا بيصطادوا سيد قشطة عشان يستفيدوا من اللحم، من الجلد، من انياب العاج القوية، وكمان عشان كان غتت بياكل محاصيل وبيهاجم مراكب الصيد.